نحن الآن في أحد مواقع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بمدينة تعز. يظهر جبل الهان هنا في غربي المدينة، حيث سيطرت المقاومة على عدد من التباب السجن المركزي وأيضا الضباب في قبل أسبوع الانتصارات الأخيرة، ومحاولات حثيثة من ميليشيا صالح والحوثي لاستعادة المواقع التي خسرتها، لكن الجيش الوطني والمقاومة هنا لها بالمرصاد. نلتقي للحديث عنها مع رئيس المجلس العسكري بمدينة تعز العميد ركن صادق سرحان. مرحبا سيادة العميد. الله يحييك. اهلا وسهلا. حدثنا أكثر حول المعارك التي تدور حاليا هنا. شكرا لكم. بالنسبة للمعارك هنا فعلا العصابات التمرد تحاول يعني جاهدة على استعادة بعض المواقع، ولكن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية واقفة بالمرصاد. إلى حد الآن ما لن يستطيعوا إعادة أي موقع إطلاق نهائيا، وبعض الأحيان يكون في ضربات نارية من مسافات بعيدة، وأنتم تلاحظون الجبال اللي أمامكم، هذه الجبال اللي يزعموا أنهم مسيطرين عليها، لكن بالحقيقة ليس لهم أي سيطرة غير ضرب الهونات وبعض الأسلحة الثقيلة، صواريخ كاتوشا وبعضها. يعني الجيش الوطني والمقاومة الشعبية مصرة على تحرير تعز، وأيضا بمساندة قوة التحالف بالطلعات الجوية والقصف الجوي اللي له تأثير كبير جدا جدا على التأثير على العدو وتدميره في مواقع بعيدة أو قريبة. يعني فنحن نشكرهم كثير دول التحالف قيادة المملكة العربية السعودية على ما يقدموه من مساندة نيران جوية للجيش الوطني والمقاومة الشعبية. وماذا بشأن طريق الضباب وحدائق الصالح؟ طريق الضباب يعني مسيطر عليها فعلا النيران الميليشيات تطول يعني الخط الرئيسي في النيران، والى حد الان يعتبر مقطوع الخط. يعني ماذا بشأن الدعم؟ هناك جيش علي عبد الله صالح و33 سنة، بينما المقاومة والجيش الوطني في تعز ينقصه الدعم. احنا طبعا نشكر دول التحالف وعاصفة الحزم على ما تقدمه من ضربات جوية، ولكن المقاومة فعلا والجيش الوطني بحاجة إلى الدعم بالنسبة للسلاح البري وللوحدات الموجودة في قطاع تعز المقاوم. فنحن نطلب مزيد من الدعم بالنسبة للسلاح البري فعلا، وقادرين بإذن الله بتعاون الدول التحالف أن نصد هذا الاعتداء تماما. يعني شكرا. إذا مشاهدينا الكرام، كما تحاول ميليشيا صالح والحوثي استعادة المواقع، إلا أن صمود المقاومة والجيش الوطني في أوجها. أمين دبوان، يمن شباب، تعز.